السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كاع تكونوا مهنيين وبخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي، قناه مطبخ اليومي مع امنايا. اليوم جيت نحضر لكم هذا الكتف المشوي. سي بون صاي، هذه هي اخر حلقه تاع اللحم. بقى لنا خليت هذا الكتف، قلت نهار كي نكون في مات لي فاكونس، في مات العطله، نديره في الفرن يجي بزاف بنين. جبتها لكم بطريقه سهله. هذا الكتف تاع 7 سوايع اللي غادي نديروه في الفرن، نديرو 7 ولا حتى 8 سوايع اللي رايح يجي يذوب زبده، رايح يجي ما تامنوش عقلكم. ما عندكمش بابي الومنيوم رايح يخرج لكم. شوفوا انا ما درتش بابي الومنيوم وخرج لي من اروع ما يكون. شوفوا كيفاش يجي. انا كنت نحل فيه باش نعاود نحمره، يجي من اروع ما يكون. هذا الكتف ما رايحينش كاع نكثروا له التوابل، رايح يجي. شوفوا هنا كيفاش راه سخون، ما قديش نخرب فيه. هنا راه يتفتت وحده، راني غير نخرب فيه هو يتفتت، يعني من اروع ما يكون. طريقه سهله قلت لكم، حتى ما عندكمش الومنيوم تقدروا تخدموه ويجي بزاف بنين. بسم الله بركه الله. نجيبوا غير كتف ان شاء الله يكون عندكم، ولا ضلعه ولا فخده ولا اي حاجه، وروحوا تحضروا معايا هذا الكتف. انا اول حاجه واش راح ندير، جبت الكتف. هنا غادي نجيب فصوص تاع الثوم، عندي فلفل كحل مغرف كبيره ومغرف كبيره تاع الملح. هنايا نجيب الخدمي نثقب الكتف تاعي، ونجيب الثوم نديره قرايد هكا طوال، ونديرهم لداخل في هذوك الحفرات. هذا مكان تبغوا نتوما تبلوه ديروا. راني درت لكم وصفه تاع ضلعه في الفرن اللي درت لها التوابل، وتبغوا ديروه غير بهذه الطريقه. انا صراحه لزوج يعجبوني، بصح الكتف نبغي نديره بهذه الطريقه، غير ندخل في هذا الثوم باش يقلع عليه هذيك الشتو اللحم بشويه يقهم ويلعب على العقل. كي تاكلوه بزاف شغل يقهم، ايا ندير له الثوم باش هذيك القهمه تروح له. كما راكم تشوفوا راني نديره شرائح، وندخل هذوك الفصوص تاع الثوم لداخل بهذه الطريقه. راني نديرهم شويه رقاق باش يدخلوا لكم، وما رايحين يبنوا لي اللحم لداخل. وما التتبيله اللي رايحه ندير غير فلفل كحل والملح، رايحين يدخلوا لي مع هذوك الثقوب واللحم لداخل، رايح يجيني متبل ويجيني بنين. كيما راكم تشوفوا راني ندير لها هكا حفر لداخل، وندخل هذاك الثوم فنسيين ندخلهم متساويين في كاع الكتف تاعي هكا بهذه الطريقه، يعني سهله. هو رايح يجي بزاف بنين، سورتو كي رايحين تعطوا له وقته في الطياب، يعني هو يبغي النار قليله وتخلوا له وقته في الطياب. هنا اش غادي نجيب دروك، جبت هذاك الملح والفلفل الكحل، رايح ندير له شويه مغرف كبيره تاع زبده، نخلطهم مليح ونفوتهم على هذاك الكتف كامل، ونقعد ندخل مليح في هذوك التوابل في الكتف تاعي، شغل ندير له مساج، وندخل مليح هذوك الملح والفلفل الكحل مع الزبده، ندخلهم في الكتف تاعي. انا راح قلت لكم نجيب غير حوالي مغرف كبيره تاع زبده بهذه الطريقه، ندخلها مع الملح والفلفل الكحل، نخلطهم مليح، ونبدا نمشيهم في الكتف تاعي هكا، نمشيه كاع على الكتف تاعي. ودروك نجيب بابي كويسون ونبدا نخدم الكتف تاعي. هنا نحل بابي كويسون كيما راكم تشوفوا، ونلفه غايه الغايه حتى ما يبقاش كاع الهواء، ما يبقاش كاع اللحم يبان، يعني نغطيه غايه الغايه باش لافابور تولي عليه. كيما هكا ندير شويه تاع الماء في السني تاعي، الصينيه اللي نطيب فيها اللي راح تدخل الفوق، ندير لها غير شويه تاع الماء، يعني باش اللحم تاعنا ما يجيش ناشف، يجينا مشمخ، وثاني ما ينحرقناش، يعني هذاك اللي دام اللي رايح يطيح لنا في البلا ما ينحرقناش ويدير لنا ريحه شياط في الدار. دروك ندخله للفرن. انا شوفوا النار كيفاش راهي قليله، لازم النار تكون شعره، تكون قليله. انا دخلته مع 3 قلعته مع 8، يعني قد ما تعطوه الوقت رايح يجيكم بنين. 7 سوايع 8 سوايع، لا كان مرسو كبير ولا كتف ولا فخده تكون فريمون كبيره وملحمه غايه، روحوا حتى ل 9 سوايع. يعني انا قلت لكم درته مع 3 وقلعته مع 8، يعني وجاني واحد الكتف من اروع ما يكون. هنا بعد ما طاب لي قلعت له بابي كويسون من الفوق، وندخله الفرن، نشعل له من الفوق، نخليه يتحمر لي هذيك التحميره الشابه. في هذه الاحيان كنت نوجد البطاطا، يعني نقيت بطاطا وقليتها عادي في الزيت، وهكا هذا هو الطبق تاع نهار اليوم. ان شاء الله شهيتكم في الجنه، وحطيتهم في البلا.
شوفوا هنا نعاود نديه ونشعلها من الفوق. شوفوا هنا كيفاش تحمر وجاني من اروع ما يكون. انا حمروه من الفوق، خلوا ديك القشره تقرمش، يعني واحد البنه رايح يجي فيها. انا مانيش قادره نخرب فيه لخاطر شريت فتت وحده وراه سخون بالبزاف. وهنا نقول لكم هذاك البويون اللي بقى رايحه نديره مع اللحم تاعي نغمسو فيه. شوفوا هذاك البويون رايح يجي بزاف بنين، يجي شهي، يجي ما شاء الله. هنا نقول لكم شهيتكم في الجنه. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها، واللي جربتها تحطها في الجروب تبادل الوصفات مع مطبخ اليومي مع ام نايا. غادي نحط لكم رابط الجروب ورابط الصفحه الرسميه في صندوق الوصف. هنا زوقتها بشويه تاع لي فريت، وكان عندي شويه تاع زيتون مخلط، شويه تاع جويه حاره نزوقها هكا من الفوق كما يديروا في المطاعم. اللي راهي عاد كي تشوف في قناتي نقولها اختي مرحبا بك، ان شاء الله تشرفيني بجيم ابوني وكومونتير. ما تنساوش كامل ديروا لي ابوني وتروحوا ديروا لي جيم في لاباج تاع الفيسبوك، وديروا لي ابوني ثاني في لاباج تاع الفيسبوك وفي الكونت تاع تيك توك. مرحبا بكم كاملين. ان شاء الله كاع تشرفوني وديروا لي جيم وديروا لي ابوني. راني نحط ثاني وصفات تما. وهنا نقول لكم الله يعطيكم الصحه، نخليكم مع هاد الصور تشوفوا اللحم كيفاش راهي تفتت، راه ما شاء الله. شوفوا هنا كيفاش راه محمر، راهي شهي هذيك شوفوا هذيك القشره كيفاش راهي شهيتكم في الجنه. وسمحوا لي اللي راهي تسوحام، اللي راهي تتشهى ولا نقول لكم كاملين سمحوا لي. راني نمد لكم انا وصفات ونمد لكم افكار. نشوفوا كيفاش راهي شهي، وغادي نوري لكم كيفاش يجي يتفتت ويجي يعني تخربوا فيه راهي يتفتت. انا شوفوا ديك العظمه كيفاش غادي تطير وحدها. انا شوفوا جيت نوري لكم. انا ما قديش نخرب فيه، كان سخون كان يغلي. نشوف هذيك العظمه كيفاش طارت وحدها. شوفوا لي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وانا نخليكم مع هاد الصور ونقول لكم الله يعطيكم الصحه، الله يعطيكم ما راكم تمنين. الى الملتقى في وصفات اخرى. سلام.